واسمع هذا الخبر. قال لك اسيدي المنتخب الوطني المغربي المحلي تحت قيادة الناخب الوطني طارق سكيتيوي تأهل رسميا الى الشان كأس افريقيا للمحليين. هادشي بعد ما المنتخب المصري قرر رسميا عدم المشاركة في هذه البطولة. الى خوتي كيبان لي هاد المسرة غير منين شافوا ان المدرب ديال المنتخب المحلي هو طارق سكيتيوي يدير لهم في راسهم طرن يتذكروا داك 6-0 في الاولمبيات. قال لك اخويا ناقص. المنتخب الجزائري حتى هو كيعتذر من المشاركه في الشان كاس افريقيا للمحليين اللي غادي تقام في شهر جوج ديال 2025 في كل من كينيا وغندا وتنزانيا. قال لك اسيدي السبب علاش ما بغاوش يلعبوا هذه البطوله هو انهم بغاو يتكونسونطراو في الفئات الاخرى. نتوما قولوا الحقيقه صاحبي، لا نتوما لا الماصره. قولوا باللي شفتوا طارق سكيتيوي وعقلتوا على داكشي اللي تبارك الله داروا مع المنتخب في الاولمبيات وانتم تقولوا شوف المغرب هارب علينا وباينه الا طحنا معاه غادي يشوه. المدير المغربي امين حريت قام بزياره احد المدارس في ضواحي مدينه الدار البيضاء اليوم. الجامعه الملكيه لكره القدم تقرر تكريم اللاعبين السابقين ديال المنتخب اللي منحدرين من المنطقه الشرقيه اثناء المباراتين القادمتين ديال المنتخب الوطني المغربي اللي غادي يتقاموا في وجده. صحيفه اصل الاسبانيه كتنشر اخر الاخبار على اللاعب ديالنا المغربي ابراهيم عبد القادر دياس واللي تيأكدها حتى الصحفي الايطالي الموثوق فابريتسيو رومانو. تيقولوا ان اللاعب ديالنا المغربي حاليا تيقوم بجميع المجهودات الممكنه باش انه يرجع قبل الاوان، يعني قبل من الموعد اللي كان تقرر انه غادي يرجع فيه من بعد التعافي ان شاء الله من الاصابه.